ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند احمد على قناه حياتك احلى من احمد. هعمل معاكم النهارده فراخ بالكاري وخضار باسهل وراسعه طريقه. ركزي معايا كده في المقادير ومشي معايا خطوه بخطوه. هنحتاج نص فرخه وسعسه تكون فراخ صدور مش وراك، عشان الوراك بتتهري معايا بسرعه، لكن الصدور مش هتتهري. تمام. انا بجيب الفراخ يا جماعه وبحطها في حول النقع. حول النقع عباره عن ميه، معلقه سكر، معلقه ملح، عصير ليمونه وسط، معلقتين كبار من الخل، واسيبها منقوعه من نص ساعه لساعه. تمام. وبعد كده بغسلها من حول النقع وبصفيها. تمام. وبشتغل فيها على طول. لو انا مش هشتغل فيها على طول بعينها في كاس تلاجة وبحطها في الفريزر وبطلعها حسب ما احتاج. الفراخ دي يا جماعه كنت انا جايباها وحطيتها في حول النقع، وبعد كده بقى ايه غسلتها من حول النقع وصفيتها وعينتها في كاس تلاجة وحطيتها في الفريزر وطلعتها بقى عشان ايه اشتغل فيها معاكم زي ما انتم شايفين كده. واحطها في حل النقع للمره التانية. عايزه اقول لكم ان محلول النقع بيفرق جدا 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 في طعم الفراخ. اولا بيطهر الفراخ، تاني حاجه بيخلي الفراخ ما فيهاش ريحه زفاره. هفكها من الكيس بتاعها كده زي ما شايفين واحطها في محلول النقع. هبتدي بقى افكها من بعضيها كده عشان الفراخ يا جماعه بتاعتي متجمده. بصوا، افكها كده ايه من بعضيها. تمام. وادعكها بقى محلول النقع واتاكد ان ايه محلول النقع تخلخل كل اجزاء الفرخه زي ما انتم شايفين كده. مهم جدا يا جماعه ان محلول النقع يكون مغطي الفراخ بتاعتي. هسيبها بالظبط منقوعة من نص ساعة لساعة. كده يا جماعة بقى ايه، اتنقعت بالظبط، سبتها ساعة. بصوا، بصوا الفراخ عاملة ازاي بيضة زي الفل. اروح بقى احضر المقادير بتاعتي. المقادير بتاعتي يا جماعة هنحتاج نص فرخة صدور، 4 بصلات وسط، ويستحسن يا جماعة يكونوا بصل أبيض مش أحمر. معلقتين كبار من خل، ربع فنجان صغير من خل. البهارات بتاعتي نص معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهارات دجاج، ربع معلقة صغيرة جنزبيل، ربع معلقة صغيرة جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، 2 ورق لورا، 2 قرنفل، نص معلقة صغيرة من السكر. نقول البهارات تاني: نص معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهارات دجاج، ربع معلقة صغيرة جنزبيل، ربع معلقة صغيرة جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون، 2 ورق لورا، 2 قرنفل، نص معلقة صغيرة سكر، نص فرخة صدور، و4 بصلات وسط، ومعلقتين من الخل او ربع فنجان صغير من الخل. كده مقاديره قدامك. يلا بينا بقى نحضر المقادير بتاعتنا. حضرنا المقادير. قطعنا بصل كده جوليان زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقطعيه قطع صغيره بس انا يستحسن تقطعيه جوليان. نص فرخه صدور. لو انت هتستخدمي كميه اكتر من كده حطها في المقادير. المقادير دي انا مستخدمه على نص فرخه. 4 بصل بتقطعين جوليان، معلقتين كورن خل، ربع فنجان صغير من الخل. البهار بتاعتي نص معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بهارات دجاج، ربع معلقة صغيرة جنزبيل، ربع معلقة صغيرة جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة حبة مطحون، 2 ورق لورا، 2 قرنفل، نص معلقة صغيرة سكر، نص فرخة صدور، و4 بصلات وسط بتقطعين جوليان. كده مقاديرك قدامك. يلا بينا نبدأ في الوصفة. يلا. في حلة على النار من غير مادة دهنية نهائي تكون سخنة جدا هنزل
بنص فرخة صدرين كده زي ما انتم شايفين، وابتدي بقى اقلب فيهم كده لحد ما الصدور ايه تتحمر خالص. مهم اوي يا جماعة تكون الحلة سخنة، تمام، عشان الفراخ تاخد صدمة قوية وما تنزلش ميتها، عشان الحلة لو مش سخنة هتلاقوا الفراخ نزلت مية بتاعتها. هقلب فيهم كده لحد لما يتحمروا، بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللون اللي انا عايزاه. اول لما يتحمروا كده هنزل ب4 بصلات وسط متقطعين جوليان، وهقلب كده البصل مع الفراخ. اول لما البصل يبقى كده هنزل عليه بنص معلقه صغيره من السكر، وهقلب بقى كله مع بعضه. ليه يا جماعه حطيت نص معلقه صغيره من السكر؟ عشان البصل يتكرمل معايا. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار خل او ربع فنجان صغير من الخل، واقلب كله مع بعضه. وبعد كده هنزل بميه سخنه بتغلي، وبعد كده ايه هحط البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي ايه هي؟ نص معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره بصل بودر، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بهارات دجاج، ربع معلقه صغيره جنزبيل، ربع معلقه صغيره جوز الطيب، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، ربع معلقه صغيره حبايه مطحون، 2 ورق لورا، 2 قرنفل. وهقلب كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى ايه هنزل بالميه. ومهم جدا يا جماعه ان الميه تكون مغطيه الفراخ. وهحط بقى ايه مرق دجاج فوري من الكنور، واقلب كله مع بعضه كده. وهنزل بقى بميه تكون مغطيه الفراخ. وبعد كده بقى ايه هقفل عليها واسيبها بقى واسيبها تستوي. جيت فتحت عليها كده، بصوا استوت خلاص، والميه قلت عليها زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقدمي بقى ايه الفراخ كده، تمام، وممكن تقدميها بقى ايه مع خضار، ده حسب ما تحبي. انا هقدمها النهارده معاكم خضار عشان الخضار يعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. الخضار بتاعي هنحتاج جزرتين وسط، تمام، متقطعين حلقات، بطاطسايتين وسط متقطعين حلقات، كوسايه كبيره متقطعه حلقات. اول حاجه هنزل بيها الجزر متقطع حلقات زي كده زي ما انتم شايفين، عشان الجزر يا جماعه بيحتاج سوا اطول. وهقلبه كده مع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ايه هقفل عليه، هقفل غطا الحله واسيبه بقى ايه يستوي شويه. جيت فتحت عليه كده بعد ايه 5 دقايق، لقيته ايه دخل في السوا. هنزل بالبطاطس بطاطسيتين وسط متقطعين حلقات زي ما انتم شايفين كده. هزود حبه ميه صغيرين. انا عايزه يا جماعه الوصفه دي ما يكونش الميه زايده فيها، عايزه دوبك الميه تكون بالظبط. يعني الصوص بيكون ما يكونش الصوص كتير، لا انا عايزه الصوص يكون عليها قليل. واقلب كده البطاطس مع الجزر مع الفراخ زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هقفل عليه. اول لما البطاطس تخش في السوا زي ما انتم شايفين كده، هنزل كوسايه كبيره متقطعه حلقات. في المرحله دي بقى انا مش هزود ميه. ليه؟ لان الكوسه فيها ميه، تمام، وبعد كده الكوسه بتستوي بسرعه. وانا الميه دي انا عايزه الميه تكون بالظبط يا دوبك، بس انا مش عايزه ميه تكون كتير، يا دوبك بس الميه تساوي الخضار. بصوا فتحت عليها كده بعد 5 دقايق، لقيت الكوسه دخلت في السوا كده خلاص، تمام. هطفي عليها بقى، وبعد كده بقى هغطيها، هسيبها بالظبط 10 دقايق. عايزه اقول لكم ان انتوا لما تفتحوا عليها بعد 10 دقايق هتلاقوا كل الخضار شرب الميه واستوى وما اتهراش. بصوا فتحت عليها كده، بصوا خضار شرب الميه زي ما انتم شايفين كده، والصوص تقيل، وخضر مش مهري. عايزه اقول لكم مظبوط مظبوط مظبوط. لو انت عايزه ميه اكتر من كده ممكن تزودي ميه براحتك. قدمي بقى الف هنا وشفا. بصوا الجمال، فعلا فعلا فعلا. عايزه اقول لكم والله فعلا هجربوها، طعمها حلو جدا جدا جدا. انا عملتها وكل اللي دقها عجبته جدا جدا جدا. وصفه جميله جدا ومعموله بطريقه صحيه من غير دهون، وده اجمل حاجه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. فعلا فعلا روعه. وممكن تقدميها ساده من غير خضار، ممكن تقدمها خضار، بس زي ما انا قلت لكم ان الخضار يا جماعه بيعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. قدميها مع رز بالشعريه او الرز بالخضار. انا عملت معاكم الرز بالشعريه. تابعوا فيديو طريقه عمل الرز بالشعريه.
وعملت معاكم رز بالخضار. تابعوا فيديو طريقة عمل رز بالخضار ان شاء الله تجربوها وتعجبكم فعلا 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 يا جماعة. لا، عايزة اقول لكم والله روعة، جميلة جدا وبسيطة وسهلة ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. يعني عايزة اقول لكم سريعة جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. قدموا بألف هنا وشفا. ان شاء الله الفترة الجاية انتظروا مزيدا من الوصفات الصحية على القناة ان شاء الله. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.